أكتر كلمة بنستخدمها عشان نبرر بيها غلطنا أو نهرب بيها من الحقيقة كلمة الإنسانية. متتخضش، الكلمة دي بقت شماعة لكل واحد عايز يفصل الأخلاق على مزاجه بعيد عن ربنا. بس الحقيقة الصادمة إن الإنسانية لوحدها كده ممكن توديك في داهية. الناس فاهمة إن الإنسانية يعني نبقى كيوت وطيبين، لكن الحقيقة غير كده. الإنسانية لوحدها دي كلمة مجردة، حاجة ملهاش معنى. لو أنا هعمل فعل، الإنسانية تخليني أعمله بما يتوافق مع مصلحتي حتى لو هضر ناس تانية. فالإنسانية لما تبقى مجردة من الإيمان هي وصف الحال الكائن بخيره وشره. الإنسان بيبني ويصلح ويؤمر بالمعروف، بس هو برضو اللي بيقتل ويكذب ويسرق ويظلم ويأكل أموال اليتامى ظلمة. دلوقتي بقينا بنشوف أبشع الموبقات بتتحلل وتتشرعن، وكله تحت شعار أهم حاجة تكون إنسان. تعرف إن كلمة الإنسان في القرآن غالبا ما بتجيش في سياق مدح أبدا. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا، قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان ليطغى. أنا موافقك إن الإنسانية لوحدها صفحة بيضة وحاجة جميلة جدا، بس سهل جدا تتملى سواد لو ما اتبعتش تعليم اللي خلقها. ربنا ما سابناش تايهين ونزل لنا الإيمان عشان يهذب الإنسانية دي. الإنسانية هي الأرضية، لكن الإيمان هو السقف. الكل بشر، مؤمن كافر نصراني، لكن الإيمان هو اللي بيحول البشر لعباد الرحمن. ومفيش سمو حقيقي للإنسان من غير ما يتربط بخالقه. شوف القرآن لما حب يتكلم بقى عن المؤمن أو الإيمان قال إيه؟ على عكس الإنسانية خالص: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وبشر المؤمنين قد أفلح المؤمنون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فرق شاسع في القرآن في التعبير عن الإنسان أو الإيمان. غير كل ده ربنا لخص كل الجدال ده في صورة قصيرة جدا، سورة العصر، قارن فيها بين الإنسان والمؤمن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لو إنسانيتك ما وصلتكش للإيمان فأنت لسه في دايرة الخسران مهما كنت جميل في نظر الناس أو حتى في نظر نفسك. فما تفرحش بكلمة إنسان لوحدها. السؤال مش أنت إنسان ولا لأ، السؤال إنسانيتك دي واخدة إذن من ربنا ولا ماشية بالهوى. فراجع الإيمان اللي جواك قبل ما تخلص مدة إقامتك في الدنيا. وصلت؟